مفاجأة، تحديث الوان يو اي 7 مع اندرويد 15 وصل للجالاكسي اي 16 النهارده 22 مايو 2025. احنا النهارده لسه في شهر مايو ووصل التحديث للجالاكسي اي 16 زي ما انت شايف قدامك اهو، وبننزله كمان مع بعض عشان نعمله. طبعا دي مفاجأة كبيرة جدا لان الجدول كان بيقول ان الموبايل ده هيوصل له في شهر 6، لا احنا في 22 مايو يوصل للجالاكسي اي 16. هو حرفيا في موبايلات اغلى من الموبايل ده لسه التحديث ما وصلهاش لحد دلوقتي. لسه من يومين وصل الجالاكسي اي 35 والاي 55، وجه النهارده اهو وصل للجالاكسي اي 16 الوان يو اي 7 مع الاندرويد 15. زي ما انت شايف قدامك اهو، وان يو اي 7 مع اندرويد 15، كمان تحديث امان 1 مايو، او الاصدار بتاع التحديث يعني ده امان 1 مايو 2025 مع اندرويد 15. طبعا التحديث بينزل والتحديث حجمه كبير، حجمه 3150 ميجا، وعلى فكرة الحجم ده كمان اكبر من اللي وصل للجالاكسي اي 55 اللي هو حوالي 2700 ميجا. لا ده وصل للجالاكسي اي 16 هنا 3 جيجا 150 ميجا. طبعا دي كان شيء مفاجئ ان يوصل بالحجم ده وكمان يوصل بالسرعة دي. طبعا التحديث هياخد معاك وقت، هو بينزل حسب سرعة الانترنت عندك. التعديل خلاص نزل اهو، حاجة جامدة جدا. هنحدث الموبايل مع بعض ونشوف كل المميزات اللي جاي بيها الوان يو اي 7 مع الاندرويد 15 لموبايل الجالاكسي اي 16 اللي موعود بست سنين تحديثات اندرويد. اول تحديث اندرويد يوصل له ومن اوائل الاجهزة اللي بدأ يوصل لها التحديث النهاردة 22 مايو 2025. طبعا هندوس هنا على تحديث. طبعا لازم الموبايل يبقى مشحون، وموبايل مش هتعرف تستخدمه وهو التحديث شغال، فيا ريت ما تدوس على اي حاجه، سيب الموبايل يحدث براحته. تحديث جامد جدا وحاجه مفاجاه بجد انه وصل في مايو التحديث للجالاكسي اي 16. جدول سامسونج الرسمي اللي موجود على سامسونج ممبرز كان بيقول انه هيوصل في يونيو، وكان ممكن يقعد اسبوع واتنين في شهر يونيو. لا التحديث وصل قبل شهر يونيو، حاجة جامدة جدا الوان يو اي 7 اللي كلكم مستنيينها. طبعا يعني اتكلم معاكم شوية كده لحد ما الموبايل يحدث. احنا من يومين بالظبط وصل التحديث الاول للجالاكسي اي 35. طبعا الموضوع كان غريب انه يوصل لل 35 قبل الجالاكسي اي 55، لكن على طول تاني يوم على طول بدأ يوصل للجالاكسي اي 55. حجم التحديث اللي وصل للاي 55 كان حوالي 2715 ميجا. اما الاي 35 وصل له حجم التحديث كان اكبر 3500 ميجا، يعني حوالي 3 جيجا ونص. طبعا هو الموضوع مش منطقي شويه غريب يعني، لكن اكيد ليه اسبابه. هنا بقى في الجالاكسي اي 16 حجم التحديث 3150 ميجا اللي وصل للجالاكسي اي 16. وطبعا اكبر حجم تحديث للوان يو اي 7 كان موجود على الاس 24 الترا اللي كان حجمه 5.5 جيجا. 5.5 جيجا، وده كان اكبر حجم للوان يو اي ده اللي وصل للاس 24 الترا. وطبعا عشان ده موبايل فلاج شيب ففي مميزات الكامله الكتيره قوي اللي موجوده في الوان يو اي دي اللي هتبقى موجوده مع الاس 24 الترا، واهمهم طبعا الجالاكسي اي اي. طبعا موبايلات الفئه المتوسطه بينزل لها بعض الحاجات البسيطه جدا من الاي اي بتاع سامسونج، لان كامل مميزات الجالاكسي اي اي بتبقى موجوده في موبايلات الفلاج شيب بتاعه سامسونج، وكمان عشان بيبقى فيها معالجات قويه تقدر تنفذ الامور دي بكل سهوله. هنستناه يخلص تحديث وارجع لكم تاني. خلاص هو وصل 100% والموبايل بدأ يفتح. خلاص بقى الوان يو اي 7 وصل بقى، يعني حاجة مفاجأة جامدة جدا. كل اللي كان مستني التحديث، انت معاك دلوقتي الاس 16، التحديث وصل لك قبل موبايلات اغلى من الجهاز ده واقوى من الجهاز ده، وانا حابب اكد لك على المعلومة دي. الموبايل فتح وعايز اوريك الوان يو اي 7 دلوقتي اللي وصلت للجالاكسي اي 16. يا جماعة الموضوع جامد جدا بجد. بفتح الموبايل دلوقتي، الصوت الجديد بتاع فتح الموبايل وصل. وان يو اي 7 يا جماعة حاجة جامدة جدا اوي بجد. طبعا الجالاكسي اي 16 هو بيقولك دلوقتي اهم الحاجات اللي موجودة في التحديث. خلاص بقى هنقول له تمام. ياه
الوان يو اي 7 مع اندرويد 15 موجوده دلوقتي على الجالاكسي اي 16. انتوا واخدين بالكم بجد من جمال الايقونات اللي بقت موجوده؟ شايف الكاميرا يا جماعه الجديده بقى يا لا 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 بجد الموضوع جامد. تعالى بقى اوريك بقى ايه. طبعا خلاص التحديث وصل، وشكل الايقونات الجامده جدا للكاميرا، وشكل الوان يو اي والكنترول سنتر او لوحه التحكم. عادي عندك شريط للاضاءه وشريط للصوت زي بتاع الاضاءه بالظبط اهو. طيب انت هتحس ان في حاجه غريبه دلوقتي. فين شكل، يعني في بعض الايقونات لسه بالشكل القديم. هل كده التحديث فيه مشكله او في حاجه؟ لا، انت ما عندكش اي مشكله، مفيش اي حاجه. انت بس محتاج نكمل التحديث، بمعنى هتروح على جالاكسي ستور وهتلاقي ان في تطبيقات كتيرة جدا محتاجة تتحدث، فاحنا محتاجين نروح نحدثها. طبعا هتلاقي زي انت شايف كل التطبيقات دي محتاجة تتحدث، وهتلاقي عندك الساعة اهو بالشكل الجديد بتاع الوان يو اي 7. فانت محتاج تحدث كل التطبيقات دي. فانت هتعمل ايه؟ تحديث الكل، ونستنى بقى لحد ما التطبيقات دي تحدث وتخلص، واوريك شكل التطبيقات بيعمل ازاي دلوقتي. نسيب جالاكسي ستور يحدث مع نفسه، وتعالى اوريك حاجة جديدة. نطلع بره كده وروح عندك للتطبيقات. هتلاقي السيرش بار اللي كان موجود فوق بقى عندك موجود من تحت، وتقدر تستخدمه وتبحث عن اي حاجة موجودة في الموبايل. طبعا هم خلوه مكانه موجود تحت بحيث انه يبقى اسهل الوصول لايدك. شكل الساعة اتحدث اهو، وبقى عندك الايقونة الجديدة بتاعة الساعة، حتى الويدجت بتاعة الطقس بقت بالشكل الجديد. اغلب الايقونات خلاص اتحدثت. باقي التحديثات اللي موجودة في الجلاكسي ستور تخلص، يبقى عندك انت كده موبايلك جاهز. وانت كمان عندك الاندرويد 15 وان يو اي 7، وانت موجود دلوقتي على تحديث امان 1 مايو 2025. حاجة زي الفل. طبعا لو ظهرت اي مشاكل في الموبايل بعد التحديث زي حرارة او سخونة او بطء في الاداء او البطارية حصلت فيها مشكلة، هكون معاكم هنا في فيديو واقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. وده كان فيديو سريع كده ان التحديث وصل. مستنيكم في التعليقات تقولوا لي عملتوا ايه. مع السلامة.